السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة مهم لكل واحد بيسوق موتوسيكل. طبعا قلنا قبل كده ان قيادة الموتوسيكلات لها ضوابط وقواعد مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. النهاردة قاعدة من ضمن القواعد: سواق الموتوسيكل اللي هتشوفه دلوقتي مات من غير ما يعمل حادثة، مات مشنوق على الموتوسيكل. يا نهار ابيض، ازاي مات مشنوق على الموتوسيكل؟ اول حاجة، الفيديو ده بعتهولي او ارسلهولي احد الاخوة المحترمين من بره مصر. بعتولي على الواتس وقال لي لو سمحت انشر الفيديو ده عندك، ده الحادثه دي حصلت قدامي ويا ريت تنبه الناس عنها. فطبعا لما شفت الفيديو انا اتصدمت. انا قبل كده، لان هو ذكرني بعميل عندي جالي في مره رقبته دي مدبوحه، مصورها على الواتس وبعتها لي مدبوحه. بقول له ايه يا ابني؟ قال لي وانا ماشي على الدائري كان في عيل للاسف والده نسى يربيه تقريبا، بيلعب بالطياره الورق على الدائري، فالحبل بتاع الطياره لف على رقبته وهو ماشي بسرعه. لولا ستر ربنا ان الحمد لله قدر يوقف الموتوسيكل ويقف واحده واحده، كان اتذبح خالص. يعني تخيل، هو بعت لي صورته، رقبته مدبوحه فعلا. تمام. لكن اللي هتشوفه دلوقتي او اللي انت شايفه دلوقتي ده اخ الله يرحمه راكب الموتوسيكل بتاعه، وغطاء الرقبه اللي احنا بنسميه الكوفيه او التلفيحه بتاعته طويله، لفت على الجنط الخلفي. طبعا لما لفت خلاص خنقته. هو طبعا انت طبعا سرعه الجنط سحبته لورا، اتسحب الموتوسيكل، نام فما عرفش لا يطلع التلفيعه بتاعته او الكوفيه بتاعته من الجنط، ولا خلاص اتخنق مات. طيب نتعلم من الدرس ده ايه؟ او انت جاي تقول لنا ايه؟ انا جاي اوريك الفيديو ده. رقم واحد، ان واحد مات بسبب مخنوق بسبب موتوسيكل. اتنين، واحد كان هيتذبح بسبب موتوسيكل عشان طفل بيلعب بطيارة. يبقى رقم واحد السرعة القصوى. اتنين، اي لبس فضفاض على الموتوسيكل لازم تاخد بالك منه عشان الجنزير والجنط ما يلفش على الجنط او الجنزير. وقلنا قبل كده، عملنا فيديو على العباية بتاع الست اللي بتركب ورا وتركب ازاي، واللي راكب اللي ورا يركب ازاي. لكن النهارده على السواق، نصيحة لله، سواق يبقى ما ينفعش تلبس الكوتش الحذاء برباط، الرباط طويل او مفكوك. اتنين، لابس التلفيحة او كوفية او الكلام ده ما تكونش طويلة. لا، ده حتى لو طويلة لفها كاملة على رقبتك وتربطها من قدام، ما تلفهاش وتسيبها، لان احيانا ممكن تحدفها تنزل تحت على الجنط. تمام. فلازم تاخد بالك من الحاجات دي كلها. لابس عبايه، ما تسيبهاش فضفاضه بقى في الهواء تشبك في عربيه جنبك يمين وشمال. لا، ده انت تاخدها كلها كده وتقعد عليها. تمام. لكن ما تسيبش اي حاجه عرضه ان تشبك، بس تكون لابس عبايه وفتحها بقى، فاتح صدرك والهواء مقابلك فنافخها تشبك في عربيه معديه جنبك، يبقى انت رحت في نكله. فعشان كده لازم تاخد بالك، لها قواعد وضابط عشان سلامتك انت. ده كده كان درس مهم كان لازم اوضحه لاخواتي سواقين الموتوسيكلات، واي حد بيشوف حاجه يبعتها لي ونركز عليها عشان الناس الجداد او اللي ما خدوش بالهم من الطرق قبل كده. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.